اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. عايزه اقول لكم اعمل معاكم اكله منقذه جدا، نقذتني بجد. يعني في 10 دقايق كنت خلصت الاكل كله. حلوه جدا واقتصاديه. بس اصحاب الدايت يمتنعوني يعني. معايا حله بتاعتي، حطيت فيها كده معلقتين من الزيت كبار، ومقطعه بصله كبيره، مش عايزاها صغيره. وهقلبها كده، واول ما تبدا تخش على التحمير، بس مش عايزاها تتحمر، يعني هي اول ما تبدا تخش على التحمير كده. زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بقى بكوبايه عدس اصفر. الاكله دي مش هنستخدم فيها بيض خالص، طبعا البيض كلنا عارفين ان هو غالي، في ناس مقدرتها اللي هي ما تعرفش تجيبه. فانا هقول لك البديل بتاع البيض. هتعملي ايه؟ عايزه اقول لك حلوه جدا وهتعجبك باذن الله ومش هتكلفك حاجه. طبعا انا غاسله العدس كويس جدا، العدس اهم حاجه يكون مغسول كويس جدا. لحد ما الميه بتاعته كده تلاقيها ابيضت خلاص، يبقى هو كده نضف معاكي. وسبته يصفى. ودلوقتي حطيته على البصل بقى، اديله تشويحه كده عشان برضو لو في ميه ولا حاجه فيه تنشف. وبعد ما خدت تشويحه كده هنزل بقى بكوبايتين من الرز. عايزه كوبايه ونص براحتك برضو، المقدار اللي انت تحبيه يعني. وهديله برضو تشويحه كده بقى، الرز والعدس كده على النار. وطبعا بتكوني مسخنه ميه، وتزودي عليه ميه سخنه. في خطوه بقى، لو انت حابه تحطي مكعب مرقه حطي. بس انا مش بحب المكعبات في الرز بصراحه، يعني لو في العدس لوحده تمام هحط. امال في اكل فيه رز مش هحط مكعبات، مش بحب الطعم. بس لو في ناس بتحب الطعم دي في مكعب مفيش مشكله. وحطيت الملح بتاعي وهضيف بقى الميه السخنه. هياخد بقى غلوتين كده معانا وهدي عليه. اول ما يغلي معاكي تهدي عليه بقى النار شمعة، وتسيبيه كده مع نفسه يستوي. ما تسيبيش النار دنها عالية عليه، لا، اول ما ياخد غلوتين كده تقومي مهدية بقى. تعالوا بقى نشوف ايه بديل البيض. هنعمل ايه؟ طبعا بقى الطاسة بتاعتي كده حاطة فيها معلقتين زيت كبار، ونزلت ببصلاية متقطعة كده شرايح. هقلب فيها شوية لحد ما تدبل معايا، مش هتحمر، أنا عايزاها تدبل بس. هقلب بقى فيها لحد ما البصلة تدبل خالص معايا. عايزة اقولك اقتصادية جدا جدا وحلوة ومغذية برضه في نفس الوقت. وعلى فكرة الطعم بتاعها احلى من البيت كمان. كده خلاص البصلة بتاعتي دبلت خالص زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى بطاطس مقطعاها مكعبات صغيرة. هقلبها بقى كده مع البصل. هي محصورة ومتقطعة بس مش مسلوقة ولا حاجة. هديها بقى تقليبة كده مع البصل، نشوحها كده مع بعض. وبعدين طبعا هضيف ملح وسنة فلفل اسمر صغيرة خالص. وطبعا انا غالية مية، هضيف عليها كوباية مية بس. ما تزوديش المية عشان ما تنهريش مني. زي ما انتوا شايفين كده خدت تشويحة كده على النار. عايزة اقولك بجد طعمها كان حلو جدا جدا جدا. انزل بقى بالمية بتاعتي، وهغطي عليها بقى واسيبها تستوي. بس بتهدي النار عليها. وكده ما شاء الله بعد ما الاكل بتاعي خلاص استوى، الرز والبطاطس، هنقدمه بقى كده بطريقة حلوة. شايفين كده؟ اللهم بارك. عايزة اقولك بجد الرز والبطاطس طعمهم حلو جدا، الرز بالعدس ده طعمه حلو جدا. طبعا ده بديل الكشري الاسكندراني، طبعا بيبقى محتاج بيض وكده، بس ده اقتصادي. انا سبت شوية كده، ما مليتش الطبق رز على الاخر عشان هحط فيه على الوش كده البطاطس. زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لك البطاطس والصوص بتاعها اللي نازل ده خطير بجد. شايفين بقى؟ اللهم بارك. ده الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا.
يا رب يكون الوصفة النهاردة عجبتكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين حبايب قلبي.